السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو خاص بحاملي بطاقة راميد اللي ولات عندهم سنسس. فكاين بعض الاشخاص اللي وصلتهم رسالة فيها النمرة ديال السنسس وفيها واحد ليان باش يتيليشاريو الشهادة ديالهم او لاتيستاسيون، وكاين بعض الاشخاص اللي ما وصلتهم حتى شي رسالة. فهذا الفيديو غادي ناخدو النمرة ديال السنسس والمود باس باش ندخلو الكونت ديال السنسس. غندخلو لهنايا. انا شخص مستفيد من امو تضامن، اريد الحصول على رقم تسجيلي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكلمة المرور. من بعد غطلع لينا هاد الفورمولير او استمارة اللي خاصنا ندخلو فيها مجموعة من المعلومات. اولا رقم البطاقة الوطنية، من بعد هنا غندخلو تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف، وايضا تاريخ الازدياد بالنسبة للناس اللي ما عندهمش النهار والشهر، فخاصهم يديروا مثلا 1/1 وفي الاخر العام، او لا 30/6 مثلا 1/1/1950 ولا 30/6/1950. من بعد رقم الهاتف، وهذا الرقم ديال الهاتف ماشي غتدخل اي رقم، خاصك تدخل الرقم اللي تسجلتي به في راميد في النهار الاول. اذا دخلتي شي رقم واحد اخر فما غاداش تقبل. هنا كتاكد رقم الهاتف. هنا غتدخل البريد الالكتروني. البريد الالكتروني هو اختياري، تقدر تدخلو تقدر ما تدخلوش، فما مديرينش هنايا نجمه حمراء. فاي معلومه كتكون ضروريه تيديروا عليها نجمه حمراء، الا ما كانتش ضروريه ما تيديرش لها النجمه الحمراء، تقدر ديرها تقدر ما ديرهاش. من بعد كندخلوا هاد الحروف والارقام كنعاودوهم وكنديروا تاكيد. فإلا كانوا المعلومات كاملين صحاح كتخرج لك واحد الصفحه اخرى اللي خاصك تدخل فيها واحد الرمز. هذاك الرمز كيصيفطوه لك في النمره ديال التليفون ديالك. اون فوا كتدخل الرمز كيصيفطوا لك النمره ديال السنسس والمود باس باش غتدخل الكونت ديال السنسس. ومن بعد فاش كيوصلك النمره ديال السنسس والمود باس كتدخل الولوج لحساب ما سنسس. هنا كتدخل النمره ديال السنسس اللي صيفطوا لك، وهنا كتدخل المود باس وكدير دخول. ومن بعد كتدخل الكونت سنسس ديالك وكتتبع الدواسه اللي دفعتي. وفي الاخير كنتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو تاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء.